هو انت ازاي متجوزه من 5 سنين ومعاك 4 عيال وانت عندك دلوقتي 18 سنه؟ ايوه يا حضرة العمدة، كبروني بدري. انا كنت لسه عيل ولقيتني شايله عيال وبيقولوا لي يلا، ما قدرتش استحمل، قرطة عيال. عرفت انا كنت عايزه اولع في روحي ليه. خليكي قويه يا سماح وامسحي دموعك وخلي عقلك اللي يتكلم مش قلبك. دلوقتي انا تميت 18 سنه، هم عاوزين يخلوا العقد رسمي بس انا مش عاوزه، انا عاوزه اتطلق. وعشان تتطلقي وتثبتي ان العيال ولادك لازم تتجوزي، ولو اتجوزتي ممكن ما تعرفيش تتطلقي. بقول لك ايه يا ابو سماح، انت مش واخد وصل امانه ب1,000,000 جنيه على اسرتي واهله؟ خلاص يبقى الجوازه مرهونه بالموضوع ده، اول ما يكتب العقد نقطع الوصل. صح، الوصل 1,500,000 ده سلونا في البلد يا استاذ حافظ. امال نضمن منين ان هيقعد عليها بعد ما يتم 18 سنه؟ هو انتوا عاملين قوانين خاصه بيكم انتوا بس؟ ولا عاملين ولا مش عاملين يا حضرة العمدة، احنا اتولدنا لقينا النظام ده كده، مش هتيجي تغيري بقى انت النظام يا حضرة العمدة. عالم فاضي يا دكتورة، بيتجوزوا في وقت فراغهم، اهو يخلص منها ويلاقي واحد يصرف عليها ويجوز ابنه علشان يخلف له قرطة عيال يشغلهم في الغيط بدل ما يجيب أجري. هو انت شغال اخصائي اجتماعي اليومين دول ولا ايه ده؟ ايه ها؟ ده كاوة. يا جماعه احنا قاعدين القعده دي النهارده عشان نحل المشكله. انا مش عايزه اعيش معايا حضرة العمدة، انا مش طايقاها. عندك يا جماعه احنا كده بنحط العقده في المنشار، احنا جايين النهارده نحل مش نصعب الموضوع على بعض، ثم ان الموضوع من بدايته غلط. انت وافقت تتجوز بنتك وهي عندها 13 سنه، انا مش مصدقه نفسي هتجنن، وسريتي كان عنده 14 سنه، يعني انتوا كده ارتكبتوا جريمه. احنا نفسنا كلنا جريمة حضرة العمدة من وجهة نظرك. اللقمة بتتعالى على الشعب يا جدعان. انت مبلبع ايه يا ابني؟ ها؟ مبلبع ايه؟ نبلبع سقافة، ده سلو بلدنا يا حضرة العمدة. لو الختان سلو بلدكو يبقى سلو بلدكو جريمه، لو جوازه ما بين عيلين عندهم 13 و14 سنه سلو بلدكو يبقى سلو بلدكو جريمه. خلي بالك من كلامك يا حضرة العمدة. انا واخده بالي من كلامي كويس. الشيخ دوره اللي قاعد ساكت طول القعده مأذون برضو؟ بسم الله. باذن الله ايه؟ بسم الله مأذون. يبقى هتجوزهم وتطلقهم وانا بعد كده هقطع الوصل بنفسي، ايه رايكم؟ لا كده بقى احنا عايزين تعويض. تعويض؟ ايوه عن الاضرار اللي وجعت على الواد سرية ابني. اضرار ايه اللي حصلت ليه؟ امال اللي حصل البت ده اسمه ايه؟ والواد النطل اللي اسمه سريت ده اتعرض للاضرار. طب احنا بقى عايزين حقنا، عايزين نفقه ومؤخر ونفقه للعيال. امال ايه؟ طالما الموضوع كده يبقى الورق رسمي وكده الورق مش هيخدمنا في محكمه الاسره حتى العمدي، وانا بقى مش هقطع الوصل امانه الا لما اخد تعويضي يا ابو سريتي. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية بتبدأ من 149 جنيه و99 قرش.